السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار يا جماعة؟ رب كل الناس تكون بخير. معاكم دكتور خالد البربري، ودي محاضرة جديدة من دورة تعليم التداول في الفوركس للمبتدئين. طيب، المرة اللي فاتت أو الدرس اللي فات أخدنا مع بعض إيه هي جلسات السوق وإيه البورصات العالمية اللي موجودة وبتفتح إمتى وبتقفل إمتى. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بقى نخش في الدروس المهمة. طبعا كل اللي فات مهم، ولكن دي بقى الحاجات العملية اللي انت هتتعرض لها في الماركت، ونبدأ نعرف مع بعض ازاي نتعامل مع العملات والأزواج، وايه أصلا الأزواج دي وبنقراها ازاي، والقصة دي كلها، وايه أشهر الأزواج اللي موجودة. كل الحاجات دي هنعرفها إن شاء الله مع بعض، فخلينا يلا نبدأ مع بعض بعد الانترو، ويلا بينا. اول حاجه بس لو انت مش مشترك اعمل سبسكرايب طبعا في القناه عشان تشوف كل الدروس الجديده، وبعد ما نخلص اساسا دوره المبتدئين دي هتلاقي في حاجات بقى للمحترفين ان شاء الله، وانواع تحليل تبقى حتى اول مره تسمعها وغريبه على ودانك، فان شاء الله هتستفيد معانا. يلا بينا نبدا الدرس مع بعض. والنهارده هنتكلم على حاجه اسمها ازواج العملات. يعني ايه ازواج عملات؟ انت عندك في البورصه او في اي تجاره بشكل عام ليها علاقه بالعملات، انت عشان تشتري عمله لازم تدفع قيمه العمله دي بعمله تانية، فلازم عندك دايما عملتين، ما ينفعش عمله واحده. يعني ايه؟ يعني انا النهارده مثلا رايح البنك عايز اشتري دولار، والله عايز اشتري 100 دولار. طيب ال 100 دولار دول بكام؟ ب 5000 جنيه. يبقى اذا لازم يبقى فيه جنيه عشان يبقى فيه دولار. طب انا بره، انا معايا يورو، عايز اغير اليورو ده ل درهم اماراتي، يبقى لازم عندي درهم عشان اعرف اليورو بكام درهم، صح كده؟ فلازم عندي عملتين، عمله اساس اللي انا مثلا هشتريها او كذا، والعمله التانية اللي عشان اعرف قيمتها كام، قيمه العمله دي كام. وانا لو قلت لك مثلا النهارده الدولار ب 50، 50 ايه؟ مش عارف، 50 جنيه يعني، ولا 50 يورو، ولا 50 ين، ولا 50 ايه؟ 50 جنيه. كده عرفت، كده بقى عندي هنا زوج عملات، الدولار قصاد الجنيه المصري. طيب، في المثال هنا مثلا عندي والله اليورو قصاد الدولار، فلو انا عايز اشتري دولار لازم يكون معايا يورو، ولازم اكون عارف الدولار بكام يورو. ولو انا عايز ابيع الدولار هاخد ايه في ايدي؟ هاخد يورو، وهكذا. تمام؟ فالعملات بتباع وتشترى في صورة ازواج. وده معناه ايه؟ معناه ان ارتفاع سعر عملة، يعني لو في المثال ده اليورو سعره بدأ يزيد، ده معناه ايه؟ معناه ان الدولار قصاد اليورو قيمته هتنخفض. نفس القصة مثلا لو قلنا مثال على الجنيه المصري، والله النهاردة 1 دولار بيساوي 50 جنيه مصري، الجنيه اسمه ايه؟ جي بي مثلا. لو قيمة الجنيه زادت، لو الاقتصاد بقى احسن والجنيه قيمته زادت، ده معناه ان ال1 دولار هيبقى ب50 ولا ب55 ولا مثلا ب46؟ تقول لي لا، هيقل. ما هو الجنيه لما يزيد الدولار هيقل، اذا هيبقى 1 دولار هيساوي كام؟ يساوي 46 مثلا جنيه بس. طيب لما اقول لك والله ان الدولار بيزيد، فهتبقى القيمه دي ايه؟ قيمته قصاد الجنيه بتزيد، صح كده؟ فاي عمله سعرها بيزيد العمله المقابله هتلاقي قيمتها قصادها بتقل، والعكس صحيح. طيب، نيجي نعرف بقى اشهر ازواج العملات اللي موجوده في العالم. عندنا حاجه اسمها الميجور كارنسيز او العملات الرئيسيه، وعندنا حاجه اسمها المينور كارنسيز او الازواج التقاطعيه او الكروسات، الكروسز. ماشي، ده مصطلح تاني عشان برضو انت لو ايه، لو سمعته. عندنا حاجه اسمها اكزوتكس، ما علينا، ولكن خلينا نتكلم في الحاجات الاساسيه بالنسبه لك دلوقتي. طيب، الازواج الرئيسيه دي بنسبه 99% اي زوج فيه دولار ده اسمه زوج رئيسي. يعني الدولار قصاد اي عمله تاني ده بنسميه زوج رئيسي. زي ايه؟ زي اليورو دولار، الاسترليني قصاد الدولار، الدولار قصاد الين الياباني، الدولار قصاد الفرنك السويسري. كل دي امثله على ازواج فيها الدولار اهو كعمله موجوده في الزوج، فده كده بنسميه زوج ايه؟ اساسي. طيب، حد هيسالني سؤال، هو ليه احيانا الدولار تلاقيه مكتوب على الشمال وليه احيانا تلاقيه مكتوب على اليمين؟ ايه الفرق؟ حلو، اقول لك، تعالى معايا نعرف مع بعض ليه بيحصل كده. لان انا عندي حاجه اسمها عمله الاساس، ماشي، او البيز، ودي دايما العمله اللي هتلاقيها ناحيه الشمال، وغالبا هتلاقي دي العمله الاكبر في القيمه، غالبا بنسبه كبيره، يعني مش على طول بس بنسبه كبيره هتلاقي هي الاكبر قيمه، دي العمله الاغلى. ماشي، والعمله اللي على اليمين دي بنسميها الكوتا او الكوت على حسب بقى النطق. تمام كده؟ ودي دايما هتلاقيها هي اللي موجوده على اليمين. فمثلا في زوج اليورو دولار
هنلاقي دايما اليورو هو اللي على الايه اللي على الشمال كده. اليورو ده عملة ايه؟ عملة الاساس، عملة البيز، ماشي. والدولار العملة الكوت هنا. طيب زوج تاني زي الدولار قصاد الجي بي واي. الجي بي واي ده اللي هو الجابانيز ين. ده ايه؟ ده كده الدولار هو عملة الاساس، والين الياباني هو الكوت بتاعتنا او العملة الفرعية او العملة التانية اللي موجودة على اليمين. تمام كده. طيب عندنا الازواج التقاطعيه اللي هي عملات بقى ايه، مش ما فيهمش الدولار كعمله اساسيه، زي مثلا اليورو قصاد الين الياباني، كده مفيش دولار. مثلا الاي يو دي ده اللي هو الدولار الاسترالي قصاد الدولار النيوزيلندي، فعمله ما فيهاش لا يورو ولا دولار، مفيش عملات كبيره ماشي، فيعتبر مينور كرنسي او كروس. خلاص. ففي تقسيمه كده بنعملها، بنقول لك والله ان الكروسات دي في عندنا حاجه اسمها كروسات اليورو، يعني اي حاجه قصاد اليورو، يورو قصاد اي عمله بقى موجوده في العالم. وعندنا كروسات الين الياباني، دي اي حاجه قصاد ايه؟ قصاد الين الياباني. دولار قصاد الين بقى، ين قصاد مش عارفه فرنك سويسري، ين قصاد مش عارفه كذا. وطبعا في عندنا برضو الباوند او الجنيه الاسترليني اللي احنا بنسميه الجي بي بي، جريت بريتش باوند، ماشي. ده برضو ليه كروسز، يعني لما يبقى هو عمله الاساس، ماشي، دي كده بنسميها كروسات الايه، الجي بي بي. لما يكون اليورو عمله الاساس نسمي العملات يعني الزوج على بعض نسميه الكروس بتاع عملات اليورو. طب هيفرق معايا المسمى ده في حاجه؟ لا مش هيفرق معاك، انا بس بفهمك عشان تبقى فاهم ايه هي لما تسمع كلمه الميجور او المينور كرنسي تفهم العمله دي ازاي بقت ميجور وازاي بقت مينور. ولما تشوف زوج عملات تفهم ان اللي على الشمال ده اسمه البيز او ده العمله عمله التسعير، واللي على عمله الاساس سوري، واللي على اليمين ده عمله الكوتا او عمله التسعير. تمام. طيب هنيجي بقى لنقطه مهمه جدا، ودي اللي بسببها احنا خدنا الدرس اللي فات. لو انت ما شفتوش ارجع شوفه، لو انت عايز تشوف الحلقات اللي جايه ان شاء الله اعمل سبسكرايب ما تنساش عشان تتابع كل جديد. طيب المره اللي فاتت خدنا حاجه اسمها الماركت سيشنز او مواعيد البورصات. تهمني في ايه بقى؟ هقول لك تعالى. ما هو على حسب البورصه اللي انت بتتداول فيها او السيشن او الجلسه، على حسب العملات اللي هتتحرك في الوقت ده. ازاي؟ دلوقتي لو انت هتتداول في السوق الاسيوي، احنا قلنا مين في اسيا؟ مين في الجزء بتاع اسيا ده اللي البورصه بتاعته بتفتح الفجر كده الساعه 2 3؟ عندنا اليابان، عندنا الصين، عندنا نيوزيلندا. لو انت مش عارف الخريطه بقى ارجع لجوجل مابس، نيوزيلندا، استراليا تحتيها، صح كده؟ كل دول على الجزء بتاع اسيا. تمام. طيب اذا اكتر عملات هيكون فيها حركه، هيكون فيها سيوله، هيكون فيها بيع وشراء، عملات ايه؟ عملات الدول دي، صح كده؟ يبقى هتلاقي اكتر حاجه بتتحرك في الوقت ده هي ايه؟ اي حاجه فيها ين ياباني. وليه بقول اي حاجه؟ لان انت عندك الين الياباني، ماشي، عمله يعني عمله واحده، لازم في زوج، لازم عمله تاني، صح كده؟ فلو انا عندي الين قصاد الدولار، ده كده زوج الدولار ين، زوج اليورو ين، زوج الاسترليني ين. تمام. لكن انا هنا بعرفك انهي عمله اللي هتتحرك. الين الياباني مثلا الاي يو دي اللي هو استراليان دولار او الدولار الاسترالي، وهنا الدولار النيوزيلندي. والذهب ليه؟ لان ده اصل مالي بيشتغل في اي، طبعا كل الدول مهتمه بيه، فبيشتغل في كل الاوقات، هو والبترول ومعظم المعادن يعني. تمام. طيب نيجي في الجلسه الصباحيه اللي هي بتبدا الساعه 10 الصبح، في عندنا قبلها ساعتين اللي هم بري لندن، يعني نقول من الساعه 8 الصبح لندن سيشن. طيب اوروبا، ايه اشهر العملات في اوروبا؟ اليورو، عمله الاتحاد الاوروبي، صح كده؟ عمله الجنيه الاسترليني، عمله المملكه المتحده، عمله الفرنك السويسري مثلا. دول اشهر 3 عملات موجودين، وطبعا الذهب برضو معاهم. فدول حاجات هتتحرك بصوره كبيره. فلو انا هتداول الصبح اركز على الازواج دي، ازواج يكون فيها يورو، ازواج يكون فيها استرليني، ازواج يكون فيها فرنك سويسري. طيب انا واحد لا بتداول بعد العصر، نيويورك سيشن الجلسه المسائيه، هتداول على ايه؟ امريكا فيها ايه؟ او الامريكتين، الدولار الامريكي، الدولار الكندي. طيب ليه حاطط دول انا بقى معاهم؟ ليه حاطط الاسترليني وليه حاطط اليورو وليه حاطط الفرنك مع ان دي بورصه امريكا؟ هقول لك تعالى افكرك بحاجه. مش احنا قلنا ان لندن سيشن بتشتغل من الساعه 10 الصبح لحوالي الساعه 7 بالليل؟ وعندنا بورصه امريكا بري نيويورك بتشتغل من حوالي الساعه 2 3 العصر لحد الساعه 12 بالليل. فاحنا عندنا من الساعه 2 للساعه 7 ده مشترك، وقت مشترك ما بين البورصتين، فهتلاقي العملات كلها بتتحرك في الوقت ده.
تمام، فهمنا كده. وطبعا الذهب اكتر وقت بيتحرك فيه طبعا هو الوقت بتاع الامريكي. ليه؟ لان الذهب الرمز بتاع الذهب في البورصه اسمه اكس اي يو. اي يو ده اللي هو الذهب اللي هو الرمز الكيميائي، واكس دي يعني لايه؟ لكلمه اختصار مثلا لفوركس قصاد الدولار. يعني احنا بنتداول الذهب قصاد الدولار، فطبعا لما الدولار هو اللي يكون بيتحرك هيعمل اختلاف كبير في اسعار الذهب، هيبقى اكبر مؤثر في سعر الذهب. تمام، عشان كده الذهب اكتر وقت بيتحرك فيه هو وقت ايه؟ العصر كده، نيويورك سيشن. تمام. طيب دي كده فايدة ان انا بعرف الاوقات بتاعة البورصات. طيب ازاي اقرا اسعار العملات؟ خلينا ناخد المثال ده. لو احنا اتكلمنا عن اليورو دولار، انت عندك لما بتيجي تشتري بيبقى عندك حاجه اسمها الاسك. ماشي، لو انت ده الشكل بيبقى قدامك كده في المنصه بتاعه البورصه، بيبقى عندك زرارين، زرار احمر وزرار اخضر. الزرار الاخضر ده اللي هو الباي الشراء، او الاسك. ماشي، او لونج، ساعات بيسموه لونج في بعض المنصات. خلاص. والبيع بنسميه بيد، اللي هو عرض وطلب، يعني ده طلب. سوري، بيد عرض واسك طلب. وسل اللي هو البيع، او ده كلها مسميات. او بنسميه شورت، يقول لك انا ايه؟ انا عملت شورت. شورت يعني بعت. ماشي، عملت بيد يعني ايه؟ بعت. سل بعت. اغلب الاوقات هتلاقي طبعا مكتوبه باي وسل. طيب خلينا ايه ناخد بقى المثال ده. دلوقتي انا بشتغل على اليورو دولار، مكتوب قدامي ان سعر الاسك او سعر الشراء 1.0861. هيكتب كده قدامك 4 ارقام عشريه كده. وعندي السيل 1.859. طب ده شراء ايه وبيع ايه؟ يعني انا هنا لو دوست باي يبقى انا بباي ايه؟ هباي العمله الاساس، العمله البيز اللي هي ايه؟ عمله اليورو. والدولار هنا هو عمله التسعير. يعني ده معناه ايه؟ معناه بيقول لك ان اليورو 1 يورو يساوي 1.0861 دولار. فهمنا؟ يعني أنا لو انا عايز اشتري 1 يورو لازم يبقى معايا كام دولار؟ لازم يبقى معايا الرقم ده من الدولارات. ما اليورو اكبر من الدولار، يبقى لازم معايا دولار وحبه عشان اجيب 1 يورو. فهمنا؟ طيب لو انا هبيع ايه؟ هبيع اليورو برضو. انا هنا ببيع واشتري على العمله الاساس، وبستلم على العمله الثانيه. تمام. طيب يبقى انا لو انا بعت اليورو دلوقتي هاخد في ايدي كام دولار؟ هاخد 1.859 في نفس اللحظه. تمام كده. اذا لو انا معايا 1000 يورو، 1000 يورو، لو انا عايز اشتري عايز اشتري 1000 يورو، لازم ادفع كام دولار؟ هضرب ال1000 في السعر الموجود الحالي. طبعا شغل بقى ابتدائي، هنحرك العلامه العشريه 3 اصفار على اليمين، يبقى انا لازم اكون معايا 1086 دولار عشان اقدر اشتري 1000 يورو. طيب لو انا دلوقتي عايز ابيع 1000 يورو، هاخد في ايدي كام؟ 1085.9 دولار. ايه ده؟ يعني انا ازاي هشتري ب 1086 وهبيع ب 1085.9؟ وهنا بوينت واحد وهنا بوينت يعني هنا كده في فرق 20 سنت ما بين البيع والشراء. اقول لك تعالى بقى افتكر كده معايا لما كنا بنتكلم على موضوع رفع فايدة التبييت. قلنا ان البروكرز الحسابات الاسلامية بقت تعمل ايه؟ بقت تاخد نسبة من فرق السعر ما بين البيع والشراء. اهو فرق السعر ما بين انك حضرتك تشتري وتبيع ده بنسميه سبريد، وهو ده عمولة الوسيط. زي ما المنظر ده بالظبط انت بتشوفه في البنك، فده عمولة البنك، او بتشوفه في الصرافة. انت لو دخلت دلوقتي بعت 1000 دولار هيدولك مثلا 1000 دولار 50,000 جنيه. لو خدت ال 50,000 من الراجل الشباك ده، دخلت للشباك ده قلت له طب خد 50,000 اديني 1000 دولار، هيقول لك لا. ليه؟ في فرق سعر. ده انت البيع هو اللي ب50 لكن الشراء مثلا ب50 ونص، يبقى انا لازم اديله 50,500 عشان اخد ال1000 دولار تاني، وال500 دي هي مكسبه. فهمنا؟ ال500 دي بقى هنا في الفوركس بنسميها سبريد، اللي هو فرق ما بين البيد والاسك، وما بين فرق السعر البيع عن الشراء. تمام كده. اذا انا عشان اقرا عمله، اقرا سعر عمله، لازم اقراه بثمن عمله تانية. عشان ابيع واشتري عمله لازم ابيعها واشتريها بعمله تانية. دي كده كانت ازاي اقرا اسعار العملات، وعرفنا ازاي الكورسات وايه التقاطعات وايه الازواج الرئيسيه. ولكن في نقطه هنا برضو عايز اكمل عليها. ايه اللي هيفيدني لما انا اعرف انهي عمله هشتغل عليها؟ تعال اديك مثال على الموضوع ده. عايزين بس ايه صفحه كده فاضيه.
تعال اديك مثال على النقطه دي. خلينا نتكلم دلوقتي على بورصه اسيا او السوق الاسيوي بالليل، وهنتكلم ان احنا عايزين نتداول على الين الياباني. تمام؟ ليه الين الياباني هتداول عليه او نداول على زوج فيه ين ياباني؟ هتداول على زوج الين الياباني عشان هو اكتر زوج دلوقتي هيكون فيه حركه وهيكون فيه سيوله. ليه؟ عشان احنا في البورصه الاسيويه. خلاص دي فهمناها. حلو. اختار بناء على ايه قصاد الين الياباني؟ يعني هتداول ين ياباني قصاد دولار، ولا هتداول ين ياباني قصاد مثلا دولار استرالي AUD؟ اختار انهي؟ انا دلوقتي بتداول الساعه 2 3 الفجر، اختار انهي؟ قبل ما اقول لك اختار انهي، تعالى نرجع كده كاننا عيال صغيرين في ابتدائي وناخد نفتكر، او في اعدادي ونفتكر مع بعض كده حاجه. زمان كنا لما بناخد المعادلات، بقول لك اكس زائد 5 يساوي 10. اكس تساوي كام؟ هتقول لي 5، صح؟ على طول، سهله جدا، مفيهاش اي مشكله. طب لو انا جيت لك تاني وقلت لك لا، طب اكس زائد واي بيساوي 10، قول لي بقى الاكس بكام؟ هتقول لي لا، ما هي الاكس كده ممكن تكون بواحد، ممكن تكون باتنين، ممكن تكون بتلاته، ممكن تكون باربعه، صح؟ وقصاد كل قيمه الاكس هيبقى في قيمه الواي. يعني لو الاكس بواحد يبقى واي بتسعه، لو الاكس باتنين يبقى واي بتمانيه، لو الاكس بتلاته يبقى واي بسبعه، وهكذا، صح كده؟ اذا ما عنديش حل ثابت، ما عنديش، مش عارف اقول لك اكس دي بواحد هو قطعا، ما عنديش، مش عارف اقول لك اكس دي باتنين، مش عارف اقول لك ليه، عندي متغيرين، عندي حاجتين بيتغيروا في نفس الوقت. فانا عشان اشوف واحده لازم اشوف التانيه بتعمل ايه، فتركيزي هيكون منصب على حاجتين. لكن في المثال الاولاني انا تركيزي منصب على ايه؟ على حاجه واحده، الخمسه دي ثابته. الاكس هنا هل ينفع تبقى بستة؟ لا، هي لازم تبقى بخمسة. نفس القصه بالظبط في ازواج العملات. خلينا نرجع تاني نقول اسيا وبنتداول على الين الياباني. لو انا الساعه 2 الفجر، ايه البورصات اللي شغاله؟ بورصه اسيا بس. هل بورصه امريكا شغاله؟ لا، بورصه امريكا قفلت الساعه كام؟ الساعه 12 او 11 بالليل على حسب التوقيت. طيب، يبقى انا لو تداولت الدولار قصاد الين الياباني، كده هيكون تركيزي، وانا راجل بحلل بقى السوق، عايز اعرف ايه بيطلع وايه بينزل، لان احنا قلنا طلوع عمله معناه نزول في الثانيه، صح؟ لما اكون انا مركز على عمله واحده هيكون اسهل، ولا لما اكون مركز على عملتين؟ لما اكون مركز على عمله واحده طبعا اسهل، لان في الوقت ده لو طلع البنك بتاع اليابان قال لك والله مثلا احنا هنرفع الفايده، رفع الفايده ده بيقوي العمله، فده معناه ارتفاع في سعر الين الياباني. فانا دلوقتي على الدولار ين، زوج الدولار ين، وانا معايا دولار وعرفت ان الين هيزيد، مش هجري ابيع الدولار ولا اروح اشتريه؟ ابيعه. ليه؟ لان هيزيد، الين هيزيد، فما اخسرش، صح؟ طيب لو انا عرفت ان الين الياباني هينزل، اجري اشتريه، اشتري بقى دولار، يعني اخلي معايا دولار وابيع وابيع الين الياباني. فانا كده تركيزي كله منصب على الين الياباني، هو اللي بيطلع هو اللي بينزل، فانا بناء عليه بتحرك. لكن لو انا بتداول، خلينا نفترض ين ياباني قصاد مثلا دولار استرالي، والاتنين بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني البورصتين دول شغالين مع بعض في نفس التوقيت اللي هو الساعه 2 3 الفجر. فطلع خبر قال لك والله ده الين هيطلع، وطلع خبر بيقول لك الدولار او الدولار الاسترالي هيطلع. هتعمل انت ايه بقى؟ ما الاتنين متغيرين، هتركز على ايه؟ الدولار هيطلع والين هيطلع، اشتري انا ايه بقى ولا بيع ايه؟ طب ده هيطلع بقيمه قد ايه، وده هينزل بقيمه قد ايه، وده هيطلع بقيمه قد ايه؟ مش تعرف تحدد. فهنا التحليل بتاعك بيكون اصعب، بيبقى فيه تضارب في في الاخبار، وهيعمل لك تضارب في النتائج، وهيعمل لك تضارب في التحليل. فبالتالي انا لما اكون راجل بشتغل اركز على ان يكون عندي زوج البورصه بتاعته شغاله وزوج البورصه بتاعته نايمه. ليه؟ عشان اعتبره ثابت، اعتبره هو مش حقيقي بس اعتبره ثابت. يعني الدولار بيتحرك بس خفيف، مش زي ما يكون البنك بتاعه شغال وعمال بقى فايده بتطلع واخبار بتنزل وترامب يطلع وترامب ينزل، اكيد هيبقى الموضوع مختلف. عشان كده مثلا ما تجيش الساعه 4 العصر وتروح تتداول لي على اليورو دولار. لو انا هقول لك تتداول على اليورو دولار، خليني اعكس لك المثال. لو انا هقول لك تتداول على اليورو دولار، عندك اوبشن من اتنين: تتداول على اليورو دولار الساعه 10 الصبح، ولا تتداول على اليورو دولار الساعه 4 العصر.
انا عن نفسي هتداول الساعه 10 الصبح. ليه؟ عشان الدولار هيعتبر ثابت واليورو هو اللي هيكون بيتحرك، فيبقى تركيزي على اخبار الاوروبي فقط، اليورو فقط. ماشي. لكن الساعه 4 هيبقى فيه اخبار للدولار واخبار لليورو، وده طالع وده نازل، هيبقى تلاقي فيه لخبطه. هل ده معناه ما ينفعش اتداول؟ لا ينفع، بس هيبقى اصعب. تمام كده. طيب، يبقى مثلا زوج زي الدولار ين انفع تداول فيه الساعه 2 الفجر. وتداول فيه امتى؟ تداول فيه مثلا الساعه 4 5 العصر. ليه؟ ساعتها هيبقى العكس، الجي بي واي نايمين، اليابانيين نايمين، لكن الامريكان شغالين. فهمنا المثال ده؟ اتمنى تكونوا فهمتوا الامثله دي كويس. ما تنساش تعمل سبسكرايب تاني عشان الدروس اللي جايه، وان شاء الله نتقابل في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.